أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الفهيم. في نهاية 2022 وبداية 2023 التكنولوجيا بقت أمر واقع على جميع دول العالم. الإنترنت بقى موجود في كل مكان وفي إيد كل بني آدم حاليا على أرض الواقع. طيب ده بيودينا لفين؟ ده بيودينا إن بيخلي الدول تتجه للمنصات الرقمية. شغلك دلوقتي كله بقى موجود على الموبايل وعلى الكمبيوتر بتوصيلة انترنت او واي فاي او شبكة داتا. تقدر تدخل وتعمل جميع المعاملات المالية والخدمات الحكومية والإلكترونية بضغطة زرار. وده اللي عملته منصة مصر الرقمية. منصة مصر الرقمية فيها دلوقتي أكتر من 160 خدمة حكومية تقدر بضغطة زرار وانت قاعد ماسك الموبايل كده تخلصها. عايز تطلع شهادة ميلاد بتطلع، عايز تطلع مستخرج طلاق أو مستخرج زواج بتطلع، تدفع مخالفات المرور، تجدد الرخصة، تعمل بدل فائد للرخصة، تطلع بدل فائد للبطاقة الشخصية بتاعتك، السجل المدني كله، الشهر العقاري وخدمات الشهر العقاري، خدمات الكهرباء والمية والمرافق، خدمات البريد المصري، خدمات كتير جدا 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 موجودة على منصة مصر الرقمية. طيب الشروط اللي احنا المفروض تبقى عندنا عشان خاطر نقدر ان احنا نعمل تسجيل حساب على المنصة دي شروط بسيطة جدا. كل اللي عليك انك انت يكون معاك بطاقة الرقم القومي، بطاقة شخصية، تكون مطلع بطاقة شخصية، ويكون معاك رقم موبايل مسجل باسم صاحب البطاقة. يعني ما تجيش تبقى انت عندك بطاقة شخصية ولما تيجي تسجل تدخل رقم تليفون والدك او والدتك او اختك او عمتك او خالتك او ايا كان مين الشخص ده مرفوض. بس كده رقم بطاقة وسوق، يعني تكون معاك بطاقة شخصية ويكون معاك رقم مسجل باسمك انت كصاحب البطاقة الشخصية. هو بيكتب لك كده في البرنامج. ان شاء الله النهاردة هنتكلم باستفاضة كاملة وهشرح لكم وهعمل تسجيل للدخول وهعمل انشاء فتح حساب على منصة مصر الرقمية قدام منك اونلاين دلوقتي ومن خلال الموبايل. طبعا المنصة موجودة على الكمبيوتر، تقدر بكل بساطة انك انت تدخل على جهاز الكمبيوتر وتكتب في بحث جوجل منصة مصر الرقمية. اول رابط هيطلع لك تضغط عليه هيفتح لك المنصة. بس انا اخترت اعملها من على الموبايل وعن طريق الابليكيشن اللي المنصة بتدعم الابليكيشن على الاندرويد وعلى الاي او اس بتاع الايفون. بتدخل بكل بساطة على جوجل، تكتب في متجر جوجل منصة مصر الرقمية، هيطلع لك التطبيق او الابليكيشن، وانا هعمل لك التسجيل او هسجل الدخول وهفتح الحساب بالكامل من عن طريق الموبايل. لاننا احنا دلوقتي في نهاية 2022 وخلاص بداية 2023. كل الناس دلوقتي حرفيا بنسبة 100% بقى معاها موبايلات. حتى لو انت عندك جهاز كمبيوتر برضه بقى معاك بجانب جهاز الكمبيوتر او اللابتوب اللي عندك بقى معاك موبايل. فلسهولة الاستخدام والشرح البسيط هنستخدم الموبايل. فيلا بينا نروح على الموبايل بتاعنا ونشوف الخطوات بتاعة فتح حساب على منصة مصر الرقمية، ونشوف المنصة بتقدم لنا خدمات عاملة ازاي ومميزة جدا وكتير. بس بعد الانترو. اهلا بيكم في قناة الفهيم، قناتك في عالم التكنولوجيا وكمان عالم البرامج الاندرويد والويندوز. ومش بس كده، كمان الدفع الرقمي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. زي ما انتم شايفين كده هندخل على متجر جوجل وننزل التطبيق اهو، مصر الرقمية اهو. تمام، هتنزله بكل بساطة من على متجر جوجل من غير اي مشاكل. هندخل بقى كده على التطبيق. تمام، هنا كاتب لك وبيعرض لك الخدمات اللي بتقدمها المنصة. طبعا التموين موجود وكل حاجة يا جماعة احنا محتاجينها موجود اهي.
تمام. الحماية الاجتماعية، الملكيات، الخدمات المدنية، الشركات والمنشآت، الصحة، السفر. شوف بقى اللي تحت كده، تموين. لو فتحت التموين كده يطلع لك كل حاجة: تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل تالف، وكل حاجة، وإصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة لأخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتي. شايفين قد إيه خدمات كتير جدا. التوثيق أهو نفس الكلام برضو، تمام أهو ماشي. الحالة الشخصية بيجيب لك حالتك الشخصية، وبيجيب لك كل حاجة انت مستخرجها من الدولة بتكون موجودة عندك هنا اهو. مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج، ماشي. وثيقة طلاق، الحاجات دي كلها بتطلع برضو، تقدر تقدم من عليها. مركباتك، لو انت عندك المركبات بتاعتك، عندك عربية ولا حاجة، رخصة، بتعمل كل حاجة، حتى التظلم على المخالفات بتطلعها وبتسدد مخالفاتك، وكل حاجة بتقدم عليها من خلال التطبيق. حتى الكهرباء نفس الكلام برضو اهو. تقدر تقدم على العداد، وتقدر تعرف تدخل قراءة العداد وتحسب فاتورتك. الشهر العقاري، جميع خدمات الشهر العقاري موجودة اهو. تقدر تعمل كل حاجة، ماشي. الإسكان الاجتماعي، بتلاقي هنا برضو إنشاء طلب دعم الوحدة سكنية، لو في مثلا وحدات سكنية. رخصتك انت، القيادة بتاعتك انت، الرخصة الشخصية بتاعت القيادة بتاعتك، تقدر تستعلم عنها برضو، وتعمل إصدار بدل تالف، وسداد مخالفات، وإصدار بدل فاقد، كل حاجة. جميع خدمات السجل التجاري. طبعا أنا بستعرض لك اهوت الدنيا عشان تبقى انت فاهم انت بتقدم وبتسجل في ايه قبل التسجيل، تمام. استعلام عن سجل تجاري، طلب تجديد سجل تجاري، الناس اللي هم بتوع السجل التجاري والشهاده الضريبيه والحاجات دي، كل ده موجود اهو، بتقدر تطلعه. والمحاكم والضرائب العقاريه اهي. والاحوال المدنيه، بدل تالف بطاقه الرقم القومي، بدل فاقد بطاقه الرقم القومي، شهاده ميلاد، اصدار شهاده وفاه، كل حاجه، اصدار قسيمه زواج مميكنه، اصدار قسيمه طلاق مميكنه، كل حاجه انت بتقدم وبتخش على الطلب اللي انت عايزه وتقدمه، وبتعرف المكان اللي انت هتستلم منه، وبتتوجه للمكان اللي انت هتستلم منه بصورة البطاقة او بالبطاقة الشخصية بتاعتك، بتستلم وبتعمل. وممكن تدفع كمان عن طريق الدفع الالكتروني داخل المنصة. تمام كده، يعني بتروح تستلم. بس لو انت حتى مش قادر تروح تستلم، بتعمل طلب انك انت يبعت لك المستند بتاعك حتى باب المنزل بالتعاون مع البريد المصري، تمام. خدمات القضايا، تمام. التأمين الاجتماعي، ماشي. كل حاجة تخص التأمين الاجتماعي موجودة هنا. جميع الخدمات، دار الإفتاء، ماشي. التأمين الصحي الشامل، الزراعة، تمام اهو. استخراج موافقة فنية لمشروع ثروة حيوانية، طلب ترخيص صور لإنتاج شتلات الخضار، كل حاجة موجودة انت عايزها هتلاقيها موجودة اهو. البريد، ماشي، كله برضو موجود هنا، تمام. هنا برضو بيكتب لك الخدمات، وتقدر انك انت تدفع عن طريق ميزة او عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني بتاعتك اهو. شايفين بقى هنا اكتر من 168 خدمة يمكن طلبها، 9 وزارات مختلفة، ارقام الطوارئ بيجيبها لك وبيحددها لك، كل حاجة. طيب كل حاجة اهي موجودة، وبيجيب لك تحت خرائط كمان تقدر تبحث عنها، كل حاجة اهو. طيب احنا بقى دلوقتي عايزين ان احنا نعمل فتح حساب على المنصة دي. كده هو كاتب لك هنا افتح حساب او سجل الدخول، هنضغط كده، تمام. هنا هيقول لك تسجيل رقم الموبايل وكلمة المرور، ده في حالة تسجيل الدخول لو انت عندك حساب. طيب احنا لسه عايزين ننشئ حساب، هنقول له هنا فوق فتح حساب جديد. هنا كده هيقول لك تحقق من الرقم القومي، تمام، وادخل رقمك، هتقول له تمام. هنا هيوجهنا على اكد بيانات الرقم القومي. هنا بكل بساطة طالب منك الرقم القومي، وطالب منك رقم المصنع اللي بيكون على البطاقة. ايه هو رقم المصنع بتاع البطاقة ده؟ لو ضغطت كده بيوضح لك اهو، هتلاقي في كل بطاقة شخصية ارقام زي ما انت شايف تحت كده، مكونة من حرفين وبعد كده ارقام بتدخله، ده كده رقم المصنع، تمام كده. اسم الوالدة، بتدخل اسم الوالدة بتاع حضرتك، الاسم الاول فقط
بيكون بحروف مظبوطه، يعني الت المربوطه تكون ت مربوطه والهي تكون ه، يعني تاكد جامد على الموضوع بتاع الحروف. فاحنا هنملى البيانات دي ونرجع لكم تاني. بعد كده يا جماعه، بعد ما عبينا البيانات هنقول له تحقق. هنا قال لك ادخل رقم موبايل مسجل باسمك ومربوط بالرقم القومي الخاص بك، تأكد من أن هذا الموبايل متوفر لديك الآن. يعني بيقول لك زي ما احنا قلنا في البداية، لازم يكون معاك رقم تليفون، رقم موبايل مسجل باسم صاحب البطاقة الشخصية اللي بيقدم الطلب. ما ينفعش حضرتك تقدم وتدخل رقم تليفون والدتك او اي حد من معارفك او صاحبك او كده، ده ممنوع. تمام، هندخل رقم الموبايل بتاعنا. طبعا البيانات بتدخل باللغة الانجليزية او العربية عادي. بعد كده هنقول له تحقق. هنا لمجرد انه حولك على كلمة اكد رقم موبايلك وارسلنا لك 6 ارقام على الرقم المسجل، لمجرد انه عمل الخطوة ديت يا جماعة، كده انت رقم تليفونك هم اتأكدوا ان هو باسمك فعليا. فاحنا هننتظر لحد ما نستلم الرسالة بتاعة تأكيد رقم الهاتف، وندخل الارقام اللي هتيجي في الرسالة في الخانة دي، وبعد كده نرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، جات لنا الرسالة اهي. تمام، 827947 827947 ونقول له تحقق. هنا حولنا على خطوة تانية، ودي تعتبر آخر خطوة. هنا بيقول لك كلمة المرور، سجل كلمة مرور. تمام، هتعمل كده لو انت قلت له الاقتراحات لازم تدخله كلمة مرور قوية يا جماعة، لازم تدخله كلمة مرور قوية. تمام، انت هنا بيجيب لك هو ارقام عشوائية، ولكن احنا عايزين ندخل كلمة مرور لوحدنا. هنا بيقول لك شوف اهو، جايب لك تحذير اهو، يجب الا يقل طول كلمة المرور عن 8 ارقام او حروف، من بينها حروف كبيرة وصغيرة وارقام بدون مسافات. كل واحد بقى يكتب رقم سري او باسورد يكون فاهمه وحافظه كويس جدا، ما ينساهوش. زي ما انتم شايفين كده، انا عملت رقم سري اهو، حتى جايب لي هنا باللون الاخضر كلمة المرور قوية. كده احنا عملنا كل اللي هم طلبوه مننا، ودخلنا البريد الالكتروني الجيميل بتاعنا، وهنقول له اتمام التسجيل. هنا ممكن نقول له حفظ عشان خاطر بعد كده ندخل من غير ما نكتب الرقم السري، نحفظه على الموبايل بتاعنا. هنا لقد أنشأت حساب بنجاح، سيتم تحويلك إلى صفحة تسجيل الدخول. تسجيل الدخول هنا بيكون عن طريق رقم الموبايل بتاعك وعن طريق كلمة المرور، وهنقول له تسجيل دخول حفظ. كده جاب لك الخدمات بتاعتك. تمام، كده انت دخلت اهو، جاب لك فوق اهو في المزيد كلمة أهلا محمد، وطبعا تقدر تستكشف بقى الشغل بتاعك وتشوف الدنيا بتاعتك فيها ايه، وتعمل تصفح الخدمات. ماشي، كل حاجة بتقدر انك انت تستغلها. هتدخل بقى تشوف بقى وتبحث وتشوف الخدمة اللي انت محتاجها او الخدمة اللي انت عايزها ايه، وبتقدر بكل سهولة تستخدم كل الخدمات والبيانات الحكومية في مكان واحد. تمام، ده كده الشغل بتاع المنصة. تقدر بكل سهولة تدخل على الرخص، وبتعمل استعلام عن مخالفات، وبتعمل كل حاجة تخصك، وبيجيبوا لك هم هنا كمان كل الخدمات اللي انت مشترك فيها. لو انت مثلا عندك رخصة قيادة، عندك رخصة عربية، عندك بطاقة تموين، كل حاجة بتطلع لك هنا، وبتقدر انك انت تخلصها بلمسة زر او بضغطة زر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أرجو إن أنت تكون استفدت من الفيديو ده، وأرجو إنك أنت بعد الخطوات اللي أنت شفتها تقدر بنفسك تدخل تسجل على منصة مصر الرقمية. وأشوفكم إن شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.